يا بابا انا هعيش في احسن حال، ولا تنساش اني مهندس زراعي. بس ازاي يا حبيبي؟ لاني فكرت كويس اني اتأهل قبل السفر. تتجوز يعني؟ ده يوم المنى يا ابني. وماله يا ابني وماله، بس ربنا يوقعك بقى في بنت الحلال. انا شخصيا ما عنديش مانع، بس سيب لنا فرصة ندور لك على عروسة. لا يا بابا ريح نفسك، انا شفت واخترت كمان. ده انت مستعجل قوي. ويا ترى مين سعيدة الحظ دي؟ تقول لك ماما منى. انا يا ابني؟ ايوه انتي. هو انا كنت دخلت في تفكيرك يا سيد؟ ابدا يا طنط، اقصد انك تعرفيها كويس. يا ترى مين دي اللي تعرفها كويس وانا ما اعرفهاش؟ والله ما اعرف حاجة. ازاي بقى حد ما يعرفش بنته؟ تقصد هويدا؟ هي بعينها يا طنط. تعرف يا سيد انك والناصح، انا لو لفيت الدنيا مش هختار لك احسن منها. مش قلت لك يا بابا؟ قلتي ايه يا ماما منى؟ في الحقيقة انت فاجئتني يا ابني. يعني هي هتقدر تقول لا؟ مش الفكرة، بس لازم ناخد رأيها ورأي خالها انور اللي رباها. المهم رأيك انتي. هو انا اللي هتجوز يا ابني؟ الرأي الاول والاخير ليها هي. تبقي موافقة وسيبك من رأيها. لا يا حسين، لا، لازم اخد رأيها الاول. ايوه يا طنط، هتاخدي رأيها في ايه بس؟ مش هي يا ابني اللي هتتجوز؟ اللي عليك انك هتبلغيها ان ده رأيك ورأيي انا كمان. ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ السيد ايه اللي اتجوزه؟ وماله يا هويدا يا بنتي، ما هو مهندس زراعي قد الدنيا. يا منى يا اختي، ما تنسيش ان بنتك ما بقتش صغيره وتعرف مصلحتها كويس. ما تنسيش كمان يا ماما، وده المهم، انه ابن الراجل اللي حرمني من حنانك سنين طويله، ولولا خالي انور كنت اتبهدلت. وهو ذنبه ايه يا بنتي؟ ذنبه اني ما برتاحلوش، واظن ده لوحده كفايه. بكره تتعودي عليه يا حبيبتي، وعلى رأي المثل الحب يجي بعد الجواز. وانا ما اقدرش اتجوز بالطريقه دي يا بنتي ما هو الناس كلها على ده الحال. لكن زمان يا ماما زمان، انما دلوقتي الزمن اتغير. افهم من كده يا بنتي ان في حد تاني في حياتك، وهو لازم يكون في حد تاني عشان ارفض الجواز بالشكل ده. طب الراجل بس هيقول ايه؟ يقول اللي يقوله بقى يا ماما، هو له عليا سلطه؟ ايوه صحيح، هو ملوش عليك السلطه، انما ليه على مامتك. انا خايفه تحصل مشاكل. يحصل اللي يحصل يا ماما بقى، يحصل اللي يحصل. مصلحتها. طيب وبعدين يا منى يا اختي، هتعملي ايه مع حسين؟ احاول، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. طيب افرضي يعني ركب دماغه. زي ما تيجي بقى يا اخويا، المهم مصلحتها هي قبل كل شيء. انا عارفه لها بقى، اهي رفضت وخلاص. وليه بقى؟ ما احناش قد المقام ولا ايه؟ مش الفكره يا حسين. امال ايه الفكره؟ فهميني. اصل هي مش موافقه تتجوز بالطريقه دي. يا سلام، وهي تزيد عن غيرها ايه؟ احلى منها ومتعلمين اكتر منها بيتجوزوا بالطريقه دي. صدقني انا واخويا حاولنا معاها، مفيش فايده، راسها زي الحجر. تبقوا مش عارفين تحكموا بنتكم. عيب يا سي حسين، ما تقولش كده، انا بنت متربيه كويس. ما هو باين اهو، بنت ما طلعتش من البيضه بتكسر كلام امها وخالها. مش كل واحد عارف مصلحته. ده كلام ما يخشش دماغي، والحقيقه بقى غير كده. هيكون ايه غير كده يعني؟ الحقيقه انك ما بتحبيش ابني. سيد، معقول الكلام ده؟ هي دي الحقيقه، وما تنسيش انك وافقت يقعد معانا بالعافيه. بقى ده جزاتي اني كنت شايلاه من على الارض شيل؟ ايوه، هنبتدي المعايره. انا مش بغاير ولا حاجه، انا بس بفكرك. على العموم زي بنتك ما هي غاليه عليكي وبتفكري في مصلحتها، انا ابني كمان لازم افكر في مصلحته، وانا شايف ان مصلحته هتتحقق بجواز بنتك. بس دي مساله مش بايدي انا. امال بايد مين؟ بايدها هي، ولازم تكون مقتنعه وموافقه كمان. الاتفاق يجي بعد الجواز. قلت لها كده برضه مفيش فايده. طب شوفي بقى. شوفي يا ست منى، انا مش عايز اضيع وقتي في الكلام في الموضوع ده اكتر من كده. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني مش هقول كلمتي النهائيه دلوقتي، وهسيب لك فرصه تكلميها تاني. وافرض صممت على رايها؟ في الوقت ده
هيبقى لي كلام تاني معاكي. ازاي يعني؟ يعني اروح لخالك انور واطلب ايدك منه؟ ما كنت تستنى شوية لما تهدى الحكاية؟ بالعكس يا هويدا، ده هو الوقت المناسب. وليه الاستعجال بس يا سمير؟ عشان نحط بسلامته جوز مامتك امام الامر الواقع. كل حاجة، واظن حضرتك دلوقتي مقتنع بان رفض هويدا الجواز من ابن جوز امها كان في محله. انا عرفت السبب. على العموم البركة في حضرتك، ويكون في علمكم انا مستعد بكل اللي تؤمر بيه. كل اللي يهمنا يا سمير يا ابني اننا نسمع عنكم كل خير ان شاء الله. غيرها عندنا دلوقتي؟ طبعا انت ما وافقتش. بالعكس، انا شايف انه انسب شخص له. هو في الحقيقة ابن حلال شاطر وما يتعيبش ابدا. مش واجب برضه تاخدوا رأيي؟ وانت هتكره لبنت مراتك السعادة؟ انا بقى رأيي ان سعادتها مش في الجوازة دي. انت بتقدر البلاء قبل نزوله ولا ايه؟ وتفتكر سعادتها هتبقى مع مين يعني؟ تبقى مع ابني انا، وما تنسوش انها مخطوبة له بالفعل. بس ده ما حصلش يا حسين. على يدي انا البنت رفضت. وانا بقى ما يهمنيش رأي البنت. ازاي بقى؟ ازاي ما يهمكش رأي البنت؟ مش هي اللي هتتجوز؟ مفيش كلام زي ده، انا جوز امها وزي ابوها بالظبط. بس هي صاحبة الشأن، وانا باعتباري خالها اللي رباها موافق على رأيها. وانا كمان يا اخويا، المهم رأيها هي. اهو كده، المهم رأيها. اظن هي موافقة، وبصراحة بقى البنت والولد متفقين. بقى الحكاية كده. انتوا عارفين موقفكم ده معناه ايه؟ يعني هيكون معناه ايه؟ معناه انكم بايعيني انا وابني عشان حتة ولد زي ده. من فضلك يا سي حسين ما تعبش، الولد كويس ومركزه محترم والبنت متعلقة بيه، والجواز اسمه ونصيب. بلاش كلام فارغ. هويدا لازم تاخد ابني سيد. وانت برضو ترضى انها تتجوزه بالاكراه؟ ده حتى تبقى عيشتهم مرة. كل الكلام ده ما فيهوش فايدة، وانا قلتها كلمة والا. اسمع يا سي حسين، منى اختي صحيح مراتك. تم فيه فرح بنت هويدا على ابن عمتها سمير. في نفس اليوم وصلتني ورقة طلاقي من حسين. وعلى قد ما كنت حزينة وزعلانة من تحكمات الناس في بعضيها، على قد ما كنت سعيدة ببنتي وعريسها اللي كانت فرحتهم في عينيا نور. وكفاية عليا اشوفهم سعداء ومتهنيين، لانهم سعادتي وهنايا اللي ماليش في الدنيا اعز ولا اغلى منهم.